أهلا بيكم في المساحة الأمنة. أنا هدير همام، وقبل ما نبدأ أنا مش خبيرة، أنا بس واحدة كنت مكانك في يوم من الأيام. أنا عارفة إنك ساعات بتبصي في المراية وبتحسي إنك مش حلوة كفاية، بس بصي خلينا نتفق اتفاق. مفيش ملامح ناقصة ومفيش جسم مش مظبوط، بس في نظرة جواكي محتاجة تتغير. جمالك مش محتاج إذن من حد ولا مقارنة مع حد. جمالك الحقيقي بيبان لما تبقي مرتاحة مع نفسك، مش لما تبقي شبه اللي حواليكي. أوقات كتير هتحسي إن انتي لوحدك حتى وانتي وسط ناس، لكن ده مش معناه إن انتي لوحدك فعلا. المشاعر التقيلة دي بتعدي، وكل مرة بتعدي فيها انتي بتبقي شخص أقوى. اعملي اللي نفسك فيه حتى لو محدش فاهمك دلوقتي. هيجي وقت وهتبصي لورا وهتشكري نفسك انك متغيرتيش عشان ترضي حد. مش لازم تكوني جاهزة لكل حاجة في سنك، مش لازم تفهمي كل حاجة، ومش لازم تردي صح كل مرة. انتي بتتعلمي وده كفاية. كونك بتسألي وبتدوري بتجربي وتغلطي دي شجاعة. متعجليش تبقي ناضجة، الطفولة عمرها ما كانت عيب. اللي بيحبك عمره ما يخليكي تشكي في نفسك. في حد في حياتك بيقلل منك، بيحسسك انك قليلة او انك لازم تثبتي نفسك طول الوقت، فانتي مش في علاقة، انتي في اختبار. خليكي دايما عارفة انك تستاهلي حب هادي وصادق، حب يكون بيريحك مش بيحكم عليكي. الصوت اللي جواكي اهم من كل الاصوات اللي حواليكي. الصوت الصغير اللي بيقولك انا عايزة افرح، عايزة ارتاح، انا تعبت. لو سمحتي اسمعيه وطبطبي عليه. حاولي تكوني سند لنفسك، لان ده هينقذك في ايام كتير جدا. مش لازم كل حاجة تمشي زي ما كنتي متوقعة، بس ده برضو مش معناه ان حياتك بايظة. اوقات الطرق اللي بنتخبط فيها هي اللي بتعلمنا ازاي نمشي بثبات اكتر بعد كده. ساعات الرفض بيكون حماية، واللي راح منك مش دايما كان ليكي. ولو وصلتي لحد هنا فده معناه انك شخص حقيقي وقوي وبيدور على النور وسط الزحمة. ما تخليش النور ده ينطفي، وصدقي نفسك واسمعي صوتك. ابعتي الفيديو ده لبنت بتحبيها وخايفة عليها، وقوليلي في الكومنتس ايه اكتر جملة حسيتي انها بتوصفك. وكده احنا خلصنا. لو عايزة تشوفيني تاني فسبسكرايب صغيرة علشان نحكي اكتر مع بعض. وبس كده، يومكم جميل.